تعالي اقولك على احلى صينيه رقاق ممكن تجربوها. وطبعا انا عارفه ان كلكم دلوقتي عندكم رقاق علشان العيد وكده. هقولك على كام تركايه انا متاكده ان انتي اول مره هتعرفيها هتخلي معاكي الرقاق والله العظيم ولا عمرك حتى كلتيه في المطاعم. حلو حلاوه يا بنات ما تتخيلوهاش، بجد طعمه في حته تانية خالص. عايزه اقولكم ان هو مش تقليدي ومش هنبعد برضو عن الطريقة اللي هي التقليدية. طب ازاي انت بتقولي الكلام ده؟ في نفس الوقت هقول لكم. وكمان هنشوي طرب وكفتة بطريقه حلوه جدا جدا جدا. عايزه اقولك لو الكفته بتاعه الحاتي بتفك منك هقولك تعملي ايه علشان تحطيها كده في الاسياغه وانت مطمنه. بس قبل ما نبدا الفيديو بقى ما تنسوش تصلوا على الرسول وتحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم، ويلا بينا نبدا الوصفه. عايزه هقول لكم على كل الاسرار اللي انتوا عايزين تعرفوها، وازاي تشوي حته لحمه حلوه في البيت. بس يلا بينا بقى كده نبدا الفيديو. بس رتال حبت تسلم عليكم وما زعلتهاش. انا بغسل الطرب الاول، بنقعه بليمونه كامله وشويه ملح، والخطوه دي مهمه جدا جدا جدا. المنديل ده اللي هو بتاع العجل، في منديل الضاني بيبقى حلو برضو، بيبقى لذيذ جدا. تمام. جبت بقى كده شويه بصل علشان نعمل العصاج، وركزوا في العصاج ده لانه بجد حلو قوي قوي. وكمان تقدروا تعملوه في اي وصفه انتوا بتحبوها بقى، جلاش كده هيمشي معاكم. طبعا انا معايا كميه بصل لان انا هعمل اللهم صل على النبي كميه بصل للعصاج وللكفته. تمام. معايا حته سمنه كبيره هنزل بيها بشويه بصل. تمام. معرفش المقطع ده جه تاني ليه، بس معلش سامحوني. اول ما بننزل بالبصلايه كده بنحط لها رشه ملح ورشه فلفل اسود زي ما اتعودنا مع بعض علشان تدبل، وبعدين بتديكي ريحه حلوه قوي وتخلي البصلايه ما تاخدش وقت على النار. عامه الملح يدبل معاكي على طول. تمام. بقلب بقى. انا عايزه البصل يكرمل حاجات بسيطه يبقى لونه ذهبي. تمام. اول ما بنزل بقى باللحمه بحط شويه من السبع بهارات ورشه جوز الطيب ورشه فلفل اسود، وبحط كمان متعوده الحركه دي يعني في العصاج بحط زي فص ثوم. تمام. بنقلب الكلام ده كله مع بعضه، وحطيت كمان مكعب مرقه. عايزه اقول لكم العصاج ده حلو قوي. وهحط كمان طماطمايه مبشوره. تمام. انا بحب الطماطم بتديها لون كده حلو. تمام. وبتديها تسكيره حلوه قوي في نفس الوقت ما ضيعتش اللون بتاع العصاج. انتوا فاهميني؟ بعد كده الكفته نزلت بكيلو كفته، كيلو لحمه مفرومه عليها حزمه بقدونس كامله صهي لان هي صغيره. حطيت عليها كيس بهارات من كفته الحاتي، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود ورشه من جوز الطيب بس. تمام. وبعد كده جبت المنديل فردته، حطيت بقى الكفته، خلطه الكفته اللي انا عملتها في المنديل ولفيته، ببدا اقطعه بالطريقه اللي انت عايزاها. تمام. انا كنت مكبراه شويه لان قلت ممكن يكش ولا حاجه يبقى صغير، بس بالعكس بصراحه زي ما هو عكس الكفته خالص، يعني ما كشش ولا حاجه. بتعملي كده وبتاخدي صباع. طبعا ده انا هقسمه دلوقتي على 2، مش هسيبه كبير كده. تمام. عملت انا بقى الخطوه المهمه بعد ما تعملي الكفته، ان طبعا بتعصروا البصل من الميه. تمام. بتخلوا الكفته تتشمع، يعني بتصبعيها وتخليها تتشمع في التلاجة لمده ربع ساعه. انسي انها تفك منك بجد، وطريقه حلوه قوي للكفته دي. وبتحطي كمان 3 معالق دقيق. معلش يا بنات، بتحطي على كيلو اللحمه حزمه بقدونس، وبتحطي 3 معالق دقيق، وكيس البهارات من كفته الحياتي بتجيبيه من عند اي عطار او سوبر ماركت. بتحطي ملح وفلفل اسود وكمان رشه جوز الطيب. رشه جوز الطيب دي اساسيه على اي نوع مشويات. تعالوا بقى للبصوا لصينيه الرقاق اللي انا متاكده ان الكل هيعملها بالطريقه دي، ان اي واحده هتشوف الوصفه انا متاكده ان انتوا هتجربوها. بنزل بحته سمنه تكون كبيره قوي في الصينيه، بدهن بيها الحروف وبدهن بيها الصينيه كويس قوي. بعد كده بجيب الرقاق، حطيت شوربه. طبعا عندي شوربه لحمه، وحطيت عليها نص علبة كريمة لباني ونص كوباية لبن. انت بتعملي يا غزل الرقاق بالكريمة؟ انا عمري ما عملت الرقاق بالشوربة او شوربة ولبن. انا لازم احط يا قشطة يا كريمة. طب ايه الاحلى؟ الكريمة اللباني بتدي الرقاق طعم والله العظيم. بصوا، انا عارفة قبل المتابعين كمان ان المطاعم نفسها هتجرب الوصفة دي. تمام. ننزل بقى كده باللحمة المفرومة. حطيتي كام راق من الرقاق؟ حطيت 4 تحت
و4 فوق. عايزين نعمل صينيه حلوه قوي تكون شبه المطاعم، ما تكونش مش الشطاره ان انت تخلي مثلا 6 رقاقات تحت تبقى عامله كده زي الكيك. انا عايزه اقول لكم يا بنات طريقه تسويتها حلوه قوي. وكمان مع نص كوبايه اللبن والشوربه والنص علبه الكريمه اللباني انا مظبطه ملح وفلفل، وحاطه كمان مكعب مرقه في الشوربه مظبطاها تمام. وبين كل يعني بحط واحده رقاق واحط التانية بحط كبشه من الشوربه على اللبن على الكريمه تمام. في الاخر بقى بنزل الحاجات الزياده، بحط على الوش شويه كريمه ورشه من الخليط اللي هو شوربه على لبن وهكذا. معايا بقى صينيه صغنطوطه خالص، اتفضل شويه لحمه مفرومه. استخسرت بصراحه ان انا ما اعملش يعني عشان عندي الخليط وكده. بكسر عادي الرقاق على قد الصينيه، وانتوا شفتوه في بدايه الفيديو بتطلع معاكي صينيه عادي سليمه ما فيهاش اي حاجه تمام. وتحطي برده شويه كده وترجعي تحطي اللحمه. انا عايزه اقول لكم ان انا هنا حطيت طبقتين بس من الرقاق. اقول لكم بتبقى طعمها حلو قوي، طعمها مميز بجد، جربوها. ما تعملوش الرقاق يا بنات، ما تعملوهاش بشوربه بس، بتحسوه عادي تقليدي ما فيهوش اي حاجه. جربوا الطريقه دي، انتوا عارفين بس الريحه لوحدها في الفرن بجد قلبت الدنيا بجد. الصينيه دي في حته تانية خالص. وده كان بدأ خلاص يدخل في السوا. انا عايزه اقول لكم ان انا فاتحه بس الفرن وكل شويه بطمن عليه وكده، واوعي تغطيه عشان يفضل معاكي مقرمش. هو هتلاقيه مقرمش من فوق كده وطري وحلو قوي، والعصاك طعمه حلو. طبعا كان اكبر غلطه عملتها في اليوم ده ان انا اشوي في المدخل تمام، لان الدنيا اتملت شوي الشوي عايز سطح، عايز مكان مفتوح تمام. المهم حطيت الطرب والكفته وكنت مسخنه شويه فحم حلوين. بصوا بقى شكل يا ربي، عايزه اقول لكم طعم الطرب والكفته والله يا بنات تجنن. الكفته طريه، شايفين الشكل عامل ازاي. حطيت بقى عملت كمان شويه ملوخيه، بصوا ملوخيه خضراء فريش، وطبق سلطه من بتاع الحاتي ببصل وسماق وليمون وشويه خل. يا سيدي بصوا ركزوا اللون الرقاق من الكريمه ومن اللبن، بصوا شكله عامل ازاي. جبت بقى شويه عيش ناشف اللي هو بتاع الفته ده وفضلت اكل، وشويه سلطه عاملاهم سبايسي، حتى كمون وكزبره ودعكه البصلايه بخل وبليمون وبشطه وبابريكا وملح. بصوا تجنن بجد. جربوا الاكله دي لو انتوا لسه ما عملتوش رقاق او لسه ما شويتوش، انا متاكده باذن الله الطريقه هتعجبكم.